السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. بعتذر لحضراتكم ان انا ما قدرتش اطلع معاكم امبارح لاسباب والله كانت غصب عني جدا، بس يعني الحمد لله طلعنا النهاردة. يمكن قبل ما نبدأ الحلقة عايز يعني اقدم تعازي للبنتين اللي يمكن ربنا افتكرهم امبارح، نرجس صلاح ونورهان ناصر. والنهارده كان مشجع نادي الزمالك علاء العطار. يعني يا ريت كلنا ندعي لهم بالرحمة والمغفرة وإن يمكن ربنا يصبر أهلهم. ويلا بينا نبدأ. قبل ما أتكلم وأقول أي حاجة وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك، ولو أنت مش مشترك في القناة انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. ويلا بينا نبدأ. يمكن من كام يوم كده أو من يومين بالظبط كانت مباراة نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي، اللي يمكن كانت مفاجأة إن النادي المصري يكسب نادي الزمالك 2-1. ويمكن طبعا حصل لغط كتير جدا على ضربة الجزاء لنادي الزمالك، وهل هي تعدت الخط أو ما تعدتش. يعني يمكن أنا شفتها من كذا زاوية، لا يعني في زوايا بتقول إنها عدت بالكامل، وزوايا تانية بتقول لا في حتة من الكرة ما عدتش. ويمكن زي ما احنا عارفين القانون ان طالما الكرة ما عدتش الخط بالكامل يبقى الكرة لا تحتسب هدف. ويمكن في كلام كتير من الاهلاوية يقولوا لا الكرة ما عدتش، الزملكاويه يقولوا لا الكرة عدت بالكامل والحكم اهلاوي. ولو نفس الموقف على فكرة حصل مع النادي الاهلي كان هيقولوا على الحكم زملكاوي. فهي دي الكرة في مصر، يعني ما نستناش حاجة. ويمكن خبراء كتير ومن ضمنهم كابتن سمير محمود عثمان أقر إن الكورة ما دخلتش بالكامل. بس تمام، يعني الماتش عدى والدنيا عدت، وبيان لنادي الزمالك بيقولوا إنه لازم يتم التحقيق مع طاقم التحكيم اللي كان في المباراة. فهنشوف التحقيق هيسفر عن إيه. يمكن بعد المباراة دي نادي الزمالك يعني مش عايز أقول إن هو بعد عن المنافسة لأنه لسه عنده ماتشات مؤجلة كتير، من ضمنهم ماتش مع بيراميدز وماتش مع النادي الأهلي. بس حاليا هو مركزه المركز الحداشر عنده 31 نقطة. كان تاني يوم مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري، للأسف بعد المباراة عرفنا خبر البنتين اللي توفاهم الله. يمكن النادي الأهلي قدر إن هو يكسب 1-0. كالعادة ماتش أي فريق بيلعب النادي الأهلي أو نادي الزمالك بيبقى جايب أتوبيس فيه 22 لعيب بيحطه قدام منطقة الجزاء. كابتن طارق العشري مش هيتغير، هي نفس طريقة لعبه. ما عندوش فكرة ان انا ممكن اهاجم وان انا ممكن اجيب جون. لا هو مش كده، هو اللي بيدافع. حتى وهو خسران برضو كان بيدافع. يمكن ما شفناش غير هجمة واحدة كانت في الدقيقة 89، وكان غلط من كابتن محمد الشناوي كان هيشيل الليلة كلها، بس ربنا سترها معاه يعني والكرة طلعت بره. يمكن النادي الاهلي كسب 1-0 عن طريق كابتن محمود كهربا في الدقيقة 69. ويمكن ده يعني هدف مهم جدا لكابتن محمود كهربا عشان خاطر يرجع الثقة شوية، لأنه كان طبعا زي ما انتوا عارفين انه بقاله فترة ما بيلعبش. النادي الأهلي وصل بالمكسب دوت رصيده ل 39 نقطة في المركز الثالث من 17 ماتش. قدامه الماتش الجاي الداخلية، ماتش مش سهل خالص، لأن احنا عارفين الداخلية دافع برضو. كان زمان بيقولوا اعمل حيطة يا ولد، وهم هيعملوا حيطة فعلا. فربنا يستر على الماتش. نادي الزمالك عنده فاركو، برضو ماتش مش سهل بالنسبة لنادي الزمالك. هم عايزين يعني على قد ما يقدروا ان هم يحاولوا يقربوا الفرق شوية في المقدمة. يمكن انا معترف ان الكرة في مصر اهلي وزمالك، حتى لو كان الزمالك مستواه نازل، بس ده ما يمنعش ان الكرة في مصر اهلي وزمالك. بيراميدز احنا عارفين هو معمول ليه، يعني عشان خاطر يعني انا وجهة نظر انا يعني ان هو عايز يخرب نادي معين عشان خاطر يعني النادي ده احسن منه، والنادي ده اللي هو النادي الاهلي. فانا شايف ان نادي بيراميدز مش هيكمل في المنافسه دي، وجهه نظر انا، والمنافسه هتبقى كالعاده بين اهلي وزمالك. وحتى لو كانت المنافسه بين النادي الاهلي وبيراميدز، فبيراميدز مش بتاع النفس الطويل.
وهتبقى طفرة زي ما شفنا قبل كده كذا مرة في مصر. ان يعني مصر المقاصة في مرة كان المركز التاني، سموحة كان مرة المركز التاني، الاسماعيلي كان مرة برضو المركز التاني. من ساعتها احنا ما بنشوفش الاندية دي كلها، المنافسة بتبقى دايما اهلي وزمالك. مؤخرا بقت اهلي وزمالك وبيراميدز، مش اهلي وبيراميدز او زمالك وبيراميدز خالص. دي يمكن يعني الاحداث اللي حصلت من اليومين اللي فاتوا دول. ما فيش احداث كتير طبعا، كل مشغول باليورو. انا يمكن مش عايز اطول عليكم عشان خاطر اللي بيتابع ماتشات اليورو بيتابع. انا راجل بشجع البرتغال، بشجع السي ار 7، ما بشجعش حد تاني. فيعني ربنا يا رب يقدرنا ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. والمرة التانية بعتذر ان انا ما قدرتش اطلع امبارح. وفي كلمة أخيرة قبل بس ما أختم الفيديو للكابتن رضا عبعال. يا كابتن رضا عبعال، الله يرضى عنك، خف شوية، مش هقول حاجة أكتر من كده. يمكن أنت طالع في فيديو بعد الماتش اللي كان بين الأهلي وفاركو، طالع تقول إن لجنة المسابقات بتظبط للنادي الأهلي عشان يلموا نقط. طب هي مش المفروض ترتيب؟ ولا إيه؟ أنا مش فاهم. ولا هو سمك لبن تمر هندي؟ هي كده كده الكرة في مصر سمك لبن تمر هندي، دي حاجة احنا مش مختلفين عليها. بس انا ازاي يعني اخلي بيراميدز الاول؟ ما انا مش فاهم، هي مش ترتيب؟ المفروض فاركو، الاتحاد، الداخلية، افتكر طلائع الجيش وبعدين الزمالك. انما ما تقوليش انت المفروض تقابل بيراميدز الاول عشان خاطر تخلي الماتش سخن. لا، انت بتخلي النادي الاهلي يلم نقط على اساس ايه؟ على اساس ان يعني لجنة المسابقات والنادي الاهلي يعني واخدين بعض على حب؟ ما انا مش فاهم بجد. وبتطلع بآراء بصراحة جهنمية. يعني انت عايز لك لوحدك يعني حلقة ولا حلقتين عشان الواحد يتكلم فيها. بس يمكن انت ليك وجهات نظر تحترم. يمكن انت ساعات بتقول كلام انا بيدخل دماغي بصراحة، واحيانا كتير جدا بتقول كلام انا مش مقتنع بيه، ولو جبت اصغر حد في الشارع مش مقتنع بيه. ما علينا، بنتمنى بس ان انت تهدى علينا شوية وتوزن الكلام قبل ما تخش تقوله علينا، عشان في ناس كتير جدا بتسمعك، وفي ناس كتير للأسف مؤمنة بآرائك. فيا ريت يعني تخف علينا شوية. دي كانت حلقة النهاردة، وبتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ويا ريت تنزلوا في الكومنت تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش الدعاء لاخواتنا اللي توفوا امبارح، واخونا علاء اللي توفى قبل ماتش الزمالك وسيراميكا. ولو في اي حاجة حد عايز يقولها في الكومنتات يا ريت تقولها لي وانا هرد عليكم. السلام عليكم.